محمود، عايز تقييماتكم للاعبي الزمالك النهارده من خلال الارقام، ويعني بالراحه بالراحه. لا النهارده يستاهلوا، يعني محمد اه فتحي ياخد 8. اه 8. يعني بالرغم ان هو اخطا حته بس بعيده عن المرمى ما اثرتش. اوكي بس عامل جون، عامل اسيست، تمام. ما بيشوفهاش الا من عبد المنصف. وكان حسين السيد بقى الله يديله الصحه. ابو كابتن ابو الدهب لا صبحي. ياخد 8. هو كان بعيد بقاله فتره ما بيلعبش، ويلعب مباراه زي دي. يمكن انا لسه بتكلم انا وكابتن رضا، ويعمل مباراه كبيره ويعمل اسيست ان يجي منه جون. لا كويس، ياخد 8. 8. ويطمن. حبيبك مسلوس يا كابتن، واحد. اديته واحد النهارده كويس. ما كان بياخد 0، اترقى. كابتن ابو الدهب ده انا اديله على الناحيه الدفاعيه، وممكن هو بيدافع كويس اديله 5. 5 اه النهارده. انت شايف لا هو الراجل لما تمام. احتاجه يلعب في السردباك وادى بشكل كويس، بيدافع كويس. عبد الغني يا كابتن. 7. كابتن ابو الدهب 7 فاروق. عبد المجيد، حسام عبد المجيد. 8. لان كل الكرات العاليه كان بيطلعها. كابتن ابو الدهب 7. فتوح يا كابتن. 8. يعني انا اديله 8 طبعا. 8. رؤى 3. 5. 5. نبيل عماد دونجا يا كابتن. 1. طب برضه اترقى اهو. عشان الشوطه ما كان بياخد 0. هو والله لو شال بيعمل من مجهود كبير. دماغه، لو شال من دماغه طارق حامد هيبقى احسن من كده. يعني كل ده ما سمعش كلامك؟ انت بقالك 50 لا، ما انا ماتش بقول له بتقول. اهو، انا بقول له اهو على تاني؟ الهوا اهو. يعني انا ما كنتش بقول له الكلام ده، بس انا بقول له اهو شيل من دماغك. وزي ما محمود ابو الدهب قال له بلاش تانية الشورت زيه والدراعات والكلام ده، وفكر في الكوره اكتر من تمام. المنظره دي. 4. 4. سيف فاروق بقى النهارده يا كابتن. 9. 9. يعني انا لو بدي اديله 10 لو صغير، لكن اديله 9 فاروق. طيب زيزو يا كابتن. 9. 8. سيف الدين الجزيري. 7. كابتن ابو الدهب. 8. مصطفى شلبي. 7. 7. كويس يا نهار. سيد نيمار لما نزل يا كابتن. 5. ياخد 5. ابراهيم الضاي. ده ما طب انا بشوف حد الله. حد الله. هو احنا نزل اطمنا ضيع عليه واحده، من الإصابة. ضيع واحده. بس والله كان مكمل في الجول الثالث حلو. بس ما هو طبيعي ضيع إنه واحدة. يكمل. يعني انت نازل عشان تعمل حاجه يعني. اه تحلل القرش اللي اتدفع فيك، تمام. عشان ده عمالين يقولوا مزمنه تمام. ومش مزمنه. تمام. تمام. قبل ما تنقل لماتش الاهلي، هل ممكن يحصل زي ما حصل نادي الزمالك في وقت من الاوقات، ان كان فيه زي ما نقول كده تهاون من بعض الفرق عشان نادي الزمالك ما يوصلش؟ ممكن، كل شيء وارد. ده على فكره، والاهلي برضه ممكن يقع في خلي الحتة بالك دي. هم حاسين حتى الفرق هم الأفريقية. الفرق الكبيره زي الاهلي والزمالك لمصلحه اي فريق ان هو يطلعها. بالظبط كده، لان انا مش عايز فرقه. لان الفرق دي لما بتخش الادوار اللي بعد كده بتبقى شرسه. والبطوله بتبقى اقرب من اي فرقه تانية. بقول لك وبعدين ريح بيبقى, دماغي. بيبقى عندك خبرات النهائي، فمن مصلحه الترجي او بلداد يبقى الاهلي والزمالك ما يبقاش موجودين. تمام. طيب خلينا